مسا عليك يا صديقي الإيتاليستا، وأهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من هبد الكالتشيو. أيوة بقى، احنا بدأنا نتوسع وبدأنا نعمل حلقات هبد كالتشيو نجمع لك فيها أخبار الدوري الإيطالي بشكل عام. فبقول لك إيه، هتشجعني هتلاقي الحلقات دي في منها كتير، هتسد نفسي مش هتلاقيها بتتكرر تاني. يعني عايز أشوف دعم كبير قوي على حلقة النهاردة، لأن أنا حلقة النهاردة جايب لك فيها أخبار كل الفرق اللي أنت متخيلها. بص، كونتي دخل نابولي وشمر وبدأ يشتغل، بدأ يتعامل بقى مع اللعيبة اللي موجودة ومين هيقعد ومين هيمشي، وبدأ يطلب صفقات من العيار التقيل ابن اللذينه. ولاتسيو النهارده الجمهور قلب على تودور بشكل مش طبيعي، وبدأوا يتكلموا عليه بشكل وحش قوي، وفي اخبار طالعه ان علاقه لاتسيو بتودور انتهت. طب ايه سبب المشكله؟ انا جايب لك القصه كامله بتاعت مشكله تودور مع لاتسيو. وعندك اليوفي اللي الناس كلها عماله تسال هو تياجو موتا ما ظهرش ليه لغايه دلوقتي، هو في مشكله ولا حاجه؟ فهقول لك كل الاخبار بتاعت موضوع تياجو موتا وازاي اليوفي ناوي يدعم مشروع تياجو موتا. اما نادي روما فشكله ماشي في اتجاه الاستقرار، وانه مش عايزين نعمل اي تغيير في الفتره دي، بل ان هم بداوا يفكروا في تدعيم المشروع بس بشكل ذكي قوي. والانتر بقى ده الباشا بتاعنا، ده قاعد يا باشا حاطط رجل على رجل وعامل دماغ بعد تعيين ماروتا رئيس للنادي. فهقول لك تعليق انزاجي على الموضوع ده ايه، وايه الخطوات اللي ناوي يتحرك فيها نادي الانتر خلال الميركاتو الفتره الجايه. فحلقه النهارده حلقه دسمه جدا ومليانه معلومات، فبقول لك ايه، دعم كبير جدا على حلقه النهارده باللايكات. عايز اشوف لايكات كتير جدا، لايك كومنت شير سبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. ولو حابب انك تنضم لمجلس اداره الهبد فممكن تنضم معانا من خلال زرار الجوين او الانضمام اللي موجود جنب زرار الاشتراك. وكالعاده قبل ما نبدا حلقتنا خلينا نشكر اعضاء مجلس اداره الهبد، ونشكر اصدقائنا اللي بيساهموا في تطوير القناه خلال الفتره اللي فاتت. نبدأ مع نادي نابولي اللي النهاردة خلاص تم الإعلان رسمي عن تعيين أنطونيو كونتي كمدرب جديد. والراجل بصراحة ناوي إنه يشتغل شغل تقيل قوي مع نابولي، عايز يستفيد من فكرة إن نابولي ما عندوش مشاركات أوروبية، وبالتالي يبتدي إن هو يحضر النادي واحدة واحدة للعب المحلي. وفكرة اللعب المحلي أنطونيو كونتي أستاذ فيها بصراحة، وواضح إنه مركز جدا مع نابولي على الدوري السنة الجاية والشغل والأداء اللي هو هيقدمه في الدوري. وعشان كده بدأنا نشوف أخبار الصفقات. في البداية أنطونيو كونتي اول لما دخل نادي نابولي لقى دي لورينزو بيقول له السلام عليكم انا ماشي. طب ليه يا عم الحاج؟ قال لك ما اعرفش انا عايز امشي، واليوفي بيفكر في ان هو يتعاقد مع دي لورينزو الباك اليمين. فهنا أنطونيو كونتي حاول ان هو يقنع دي لورينزو ان هو يكمل، ولكن من الواضح ان اللاعب واخد قرار انه مش عايز يكمل مع نابولي. فأنطونيو كونتي قال لك خلاص طالما دي لورينزو هيمشي يبقى هتقول لي لوكاكو. هتقول لي ايه علاقه لوكاكو بدي لورينزو؟ اقول لك ما اعرفش. هو أنطونيو كونتي كالعاده اول ما يخش اي نادي السلام عليكم انا عايز لوكاكو. ففعلا أنطونيو كونتي طلب من إدارة نابولي ان هم يتكلموا كده على انهم يشوفوا لوكاكو كاعاره. وبالمناسبه مش نابولي بس اللي بيفكر في لوكاكو كاعاره، لانه الميلان كمان طلع اخبار النهارده انه بيفكر يتعاقد مع لوكاكو على سبيل الاعاره. انما نادي تشيلسي في الحقيقه مش ناوي ان هو يطلعه اعاره، والله لو عايز لوكاكو خده بيع. هتقولي بس كنت ايه اللي بيخليه بيفكر في لوكاكو؟ ما هو عنده فيكتور اوسيمين يا جماعه. فبيقول لك ان ممكن اداره نابولي تفكر في انها تتخلص من اوسيمين، يعني بيقول لك لو جه عرض فوق ال 100 مليون نابولي هيبيعوه، ولما يبيعوا اوسيمين الفلوس بتاعته يبتدوا ان هم يدعموا بيها المشروع بتاع أنطونيو كونتي. انما كونتي بقى مش فارق معاه اوسيمين، كونتي فيه لعيب في الدوري الايطالي مجننه وعايز يقنع اداره نابولي ان هم يتعاقدوا معاه باي شكل. مين هو ده اللاعب ده؟ هو كيزا. كيزا احتمال ان هو يمشي من نادي اليوفي، فكونتي عمال يضغط على نابولي ان تصرفوا هاتولي كيزا. كونتي ناوي ان هو يبدا الموسم اللي جاي بال3-4-3 مع نابولي كالعاده. الثلاثي الهجومي كونتي عايزهم يكونوا كفاراتسخيليا وكيزا ولوكاكو. مش بقول لك كونتي شمر ودخل يشتغل على طول، ولكن في شويه اخبار كده متفرقه. يعني بالادينو راح دلوقتي خلاص بقى هو المدير الفني الجديد لنادي فيورنتينا، تم تعيينه رسميا وهو اللي هيتولى تدريب فيورنتينا بعد ايطاليانو. طب ايطاليانو بقى نفسه هيروح فين؟ قال لك هيروح نادي بولونيا. بولونيا دلوقتي وهم هيشاركوا في الشامبيونز ليج، عايزين مدرب يكون لاعب كده مباريات اوروبيه. فبما انه ايطاليانو وصل لنهائيين كونفرنس ليج مع فيورنتينا، شايفين ان الراجل ده ممكن يعمل حاجه كويسه مع بولونيا. شفت بقى التغييرات دي في المدربين؟ اهي جت على دماغ مين؟ لاتسيو يا معلم.
جمهور لاتسيو من الصبح وهو عمال يهاجم تودور، وحاطين يافطه كبيره كاتبين عليها ان تودور لو عايزين تقيموه كمدرب يقيموه المحللين، انما كرجل فهو كالقمامه. طب ايه اللي حصل بقى الايام اللي فاتت؟ الدنيا مقلوبه جوه لاتسيو ومحدش فاهم ايه السبب. تعال احكي لك القصه من الاول. الموضوع بدا بانه بعد نهايه الموسم بدا لوتيتو ان هو يعمل اجتماعات مع تودور علشان يتفقوا مع بعض احنا هنعمل ايه خلال الميركاتو، وبالفعل اول لما قعدوا بدات المشاكل. يعني لوتيتو كان متخذ قرار بان هو يبيع كامادا، وتودور كان شايف انه لا كامادا انا عايزه ان هو يكون مكمل معانا. فبعد اول اجتماع الاثنين اختلفوا والاثنين حسوا ان وجهات النظر مش متقاربه، انما بعد الاجتماع لوتيتو اكد ان مفيش اي مشاكل وان تودور هيكمل معانا عادي جدا، واحنا بس لسه بنتفق هنعمل ايه في الميركاتو. بعدها في الاجتماع الثاني تبدا المشكله الثانيه وهي ايزاكسن. لوتيتو شايف انه ايزاكسن لعيب مهم جدا واستثمار للمستقبل، انما تودور شايف ان ايزاكسن ملوش اي دور مع الفريق وعايز انه يبيعه. المشكله الثالثه بقى موجوده في جواندوزي. الله، ايه مشكله جواندوزي؟ بص، تودور عايز جواندوزي يكمل مع النادي، حلو. لوتيتو عايز جواندوزي يكمل مع النادي، حلو. طب المشكله في ايه؟ قال لك المشكله في جواندوزي نفسه، هو نفسه اللي مش عايز يكمل مع تودور. هل بسبب المشاكل اللي كانت ما بينهم لما كان بيدربوا في مارسيليا؟ قال لك لا، المشكله عند جواندوزي انه شايف طريقه توظيف تودور ليه من الفتره الاخيره في نهايه الموسم ما كانتش طريقه التوظيف السليمه. مركز اللعب، الادوار اللي كان بيديها له جواندوزي مش عاجبه الكلام ده، وحاسس ان هو مش قادر يبرز كل امكانياته كلاعب، وبالتالي هو عايز يمشي. فلوتيتو بدا يحس ان طريقه تعامل تودور مع اللعيبه مش مناسبه للعيبه. فاستمرت المشاكل ما بين لوتيتو وما بين تودور فتره طويله، لغايه لما تودور بدا يعمل حركه خلت لاتسيو كلها غضبانه منه، وهي فكره انه عرض نفسه على انديه كتير. يعني بالمناسبه تودور عرض نفسه على بولونيا، وعرض نفسه على بعض الانديه داخل ايطاليا وخارج ايطاليا، ودي حاجه اغضبت جدا الاداره بتاعت لاتسيو وبالطبع اغضبت الجماهير. وهنا بدات تطلع اخبار الايام اللي فاتت انه اداره لاتسيو عايزه انها تتخلص من تودور باي شكل، ولكن مش عارفين يعملوا كده بسبب العقد اللي اتمضى والشروط بتاعه العقد. هم كده هيدفعوا مبلغ كبير، فمش عارفين اولا يتخلصوا منه ازاي بسبب عقده، ثانيا مين اصلا البديل بتاعه. ما هو بالادينو راح يدرب فيورنتينا، وايطاليانو راح يدرب بولونيا، دي اختيارات كان ممكن لاتسيو يعتمد على حد فيهم، وتحديدا يعني ايطاليانو. فبيقول لك انه دلوقتي بدات اداره لاتسيو بتفكر في انها تعيد ساري. طيب هل ده تفكير منطقي؟ هقول لك لو عرفت اخبار ساري انه رفض العرض اللي كان جاي له من نادي في اليونان، فده يديك ايحاء ان ممكن فعلا ساري يرجع تاني للاتسيو. بس لسه السؤال موجود، ازاي هيتخلصوا اصلا من تودور؟ فبيقول لك انه من شويه قبل ما ابدا تصوير الحلقه انه في انباء ان تودور بنفسه هو اللي هيقدم استقالته، وده معناه ان هو ممكن يكون لقى عرض تاني في نادي تاني فهيقدم استقالته من هنا علشان ما ياخدش الشرط الجزائي ويتخلص من فترته مع لاتسيو ويروح يدرب نادي تاني. بصراحه انا مش عارف ايه العبث اللي بيحصل في لاتسيو ده كله، لانه انت لما جبت في الاول تودور ما كنتش عارف ايه متطلباته في الميركاتو، ما كنتش عارف الراجل ده ناوي يبني المشروع بتاعك ازاي، هل اتفاجئت بكل ده دلوقتي؟ فالموضوع بصراحه مستفز، والله يكون في عون جمهور لاتسيو. ايه بقى عم اليوفي، هو صفقه تياجو موتا حصل فيها اي مشاكل ولا ايه؟ قال لك لا مفيش اي مشاكل خالص. فابريزيو رومانو بياكد انه المفروض العقود هتتمضي الاسبوع اللي جاي، وانه اصلا ده الميعاد الاولي، يعني الميعاد مش كان مثلا في فتره واجلوها، لا هو اساسا كان متحدد انه هيتمضي الاسبوع اللي جاي، والعقد لحد 2027 ومفيش اي مشكله، بل وان كل خطوات نادي يوفنتوس دلوقتي هي بتخطيط اصلا من تياجو موتا. وطبعا من ضمن الخطوات اللي بيعملها نادي اليوفي حاليا هي موضوع تشيزني، ان تشيزني مش هيكون هو الحارس الاساسي اليوفي السنه الجايه، وبالتالي لو في عرض جالك اتفضل روح شوف العرض ده. وبدات تطلع اخبار انه نادي النصر ممكن ان هو يتعاقد مع تشيزني، وانه ممكن يبدا مفاوضات مع اليوفي خلال الفتره اللي جايه، وبديله طبعا هو دي جريجوريو حارس نادي مونزا. الفكره بقى هنا انه نادي ليفربول دخل في الصفقه دي وكان عايز يتعاقد مع حارس مونزا، ولكن الراجل عايز يلتزم بالكلمه اللي قالها لجونتولي، وان هو عايز يروح نادي يوفنتوس. فحتى الان اليوفي هيقدر يخلص الصفقه دي. حتى فكره رحيل كييزا فتياجو موتا عارف بيها ومتابع كل اللي بيحصل، ولكن في دلوقتي بقى شغل ناوي يشتغله جانتولي، شغل عالي قوي مع تياجو موتا. الراجل ناوي في خلال الميركاتو ده ان يعمل تدعيم قوي جدا لنادي يوفنتوس، تفكيره في ان هو عايز يدعم كل المراكز وعايز يشوف كل احتياجات تياجو موتا ويحاول يوفرها له. فممكن تشوف ان اليوفي خلال الميركاتو ده بيعمل صفقات كتير، والكلام ان اداره يوفنتوس حاطه ميزانيه
خط الوسط بس من 60 ل 70 مليون، من 60 ل 70 مليون يجيبوا بيهم 2 لعيبه لنادي اليوفي علشان تياجو موتا يشتغل بيهم. مين هم الاثنين لعيبه؟ رقم واحد كوب ماينرز من نادي اتلانتا. تياجو موتا معجب جدا باللاعب ده وعايز انه يتعاقد معاه، واداره اليوفي بتحاول فعلا انها تجيب اللاعب ده من اتلانتا. ويقال ان نادي اليوفي بدا كده يجس نبض اتلانتا، وانه لو 40 مليون ايه الدنيا، فاتلانتا بالغوا جدا في مطالبهم وطلبوا 60 مليون. ولكن بيقال انه تم الاتفاق ما بين الناديين على فكره البيع، يعني احنا عادي ممكن ان احنا نبيعه بس لسه ما اتفقوش على القيمه. وبالتالي اتلانتا سمح لليوفي ان هم يتفاوضوا مع اللاعب، واتفقوا مع اللاعب على الشروط الشخصيه، مده العقد المرتب بتاعه. لسه بس باقي ان الناديين يتفقوا على قيمه الصفقه وتتم الصفقه. صفقه حقيقي ممتازه لنادي اليوفي. طيب دلوقتي لو احنا بنقول ان اليوفي حاطط 60 مليون علشان لعيبه نص الملعب، منهم ممكن 40 او 45 يروحوا الكوب ماينرز، طب ما كده باقي مبلغ قليل قوي. فبص بقى، بيقول لك دلوقتي ان اليوفي بيفكر في اللاعب الثاني في نص الملعب يكون دوجلاس لويس لاعب نادي استون فيلا. ولكن الفكره كلها ان اليوفي هيدخل ماكيني في الصفقه دي، يعني يودي ماكيني لاستون فيلا وياخد منهم دوجلاس لويس، وبالتالي قيمه الصفقه هتبقى اقل، فيقدر اليوفي ان هو يخلص الصفقه دي. هل هتتم ولا لا لسه هنشوف، ولكن ده الاتجاه اللي بيتحرك فيه نادي يوفنتوس حتى الان. روما الهدوء بقى كله. بص دلوقتي بيقول لك نادي روما خلاص الاقتناع بدي روسي بقى 100%، وخلال الايام اللي جايه هيتم توقيع عقد جديد مع دي روسي انه يكون المدرب الدائم لنادي روما. يعني فكره ان هو مدرب مؤقت خلاص انتهت، وهيبتدوا يعملوا له عقد جديد. وده لانه الفتره بتاعه دي روسي اقنعت جدا الاداره والملاك بتوع نادي روما، شايفين بصراحه ان اللي الراجل قدمه كان اعلى كتير من توقعاتهم، فشايفين ان الراجل ده يستحق ان هو ياخد عقد جديد. والتفكير دلوقتي بحسب الاخبار انه العقد يكون ل 2027 بمرتب 2.5 مليون يورو في السنه. طيب الاداره بما انها ناويه تجدد مع دروسي ناويه تعمل ايه في الميركاتو؟ فالكلام دلوقتي على انهم هيبتدوا يبنوا المشروع الجديد من بدايه الموسم الجاي على باولو ديبالا، بمعنى انه هيبقى عندك باولو ديبالا هو اللاعب الاساسي اللي هيبني عليه دروسي المنظومه بتاعته. والتركيز كله على فكرة الاحتفاظ بباولو ديبالا وعدم التخلي عنه، وتدعيم الخط الهجومي بأجنحة قوية. يعني بيقال ان دي روسي ناوي يفكر الفترة الجاية ان هو يعتمد على باولو ديبالا كمهاجم وهمي، وان يكون معاه 2 أجنحة على الناحية اليمين والناحية الشمال يكونوا أقوياء جدا على المستوى التهديفي، مع طبعا الاحتفاظ بتامي ابراهام ان هو يكون موجود في الفريق بسبب عودة طبعا لوكاكو الى تشيلسي بعد نهاية اعارته. وعشان كده نادي روما برضه بيتجه انه يشوف صفقة كيزا، لانه شايف ان صفقة كيزا ممتازة جدا لروما، بل وان بدأ يحصل كلام بالفعل ما بين نادي روما وما بين كيزا، وبيقال ان في اتفاق مبدئي ما بينهم، ولكن حتى الان لسه ما فيش اي شيء رسمي طلع. والجميل ان دروسي تواصل مع كيزا بشكل شخصي وقعد يتكلم معاه عن الافكار الفنية ان هو ممكن يستخدم فيها كيزا لو جه روما، وده ساهم في اقتناع كيزا بفكرة انه يروح روما. ولكن الصفقة ممكن تكون معقدة شوية في التفاوض ما بين روما وما بين اليوفي، لان بالتأكيد اليوفي هيبالغ في سعر كيزا قبل ما يبيعوا. ولكن من الواضح انه في حالة من الاستقرار داخل نادي روما مع دي روسي، وان هم ناويين يبنوا معاه بقى مشروع جديد بداية من السنة الجاية. عم الناس بيبي ماروتا خلاص بقى هو رئيس نادي الانتر، والراجل دلوقتي بصراحة ادى حالة من الطمأنينة للجميع، من الإدارة للعيبة للمدرب للجمهور، الناس كلها جوه مجتمع الانتر كله مرتاح يا باشا ومبسوط لوجود هذا الرجل ووجود زانيتي في الإدارة. خلاص الدنيا كده تمام أو اتعشت. والراجل حتى في تصريحاته بعد ما مسك المنصب لما اتسأل عن اوكتري وهل أهدافكم متفقة، قال ان احنا لما اتكلمنا معاهم اكتشفنا ان أهدافنا واحدة ومتفقين على كيفية بناء هذا المشروع. اتمنى بس يا عم ماروتا ان انت تخف ايدك شويه وانت بتبني المشروع ده، معلش مع كامل احترامي يعني ادي فرصه لغيرك بس. قال ان احنا كنا متفقين مع اوكتري في كل الاتجاهات، سواء الاتجاه المالي او الاتجاه الرياضي، الاتفاق ما بينهم كان رائع. وقال انه هدفنا الفتره الجايه هو حصد اكبر عدد ممكن من البطولات. انزاجي لما علق على الخبر ده قال انا سعيد جدا للراجل ده لانه يستحق المكانه اللي هو فيها، واعتقد ان احنا دلوقتي بقينا متفاهمين ومتفقين على ايه اللي محتاجين نعمله خلال الفتره اللي جايه. واول تحركات الانتر في الميركاتو كانت مهدي تاريمي وزيلينسكي اللي
الاثنين اللي تقريبا الانتر تعاقد معاهم من 4 سنين، بس يا دوب لهم لسه واصلين دلوقتي حالا. بس ميركاتو الانتر لسه مستمر. بيقال ان انزاجي محتاج مهاجم خامس، يعني هو دلوقتي عنده ترام ولوتارو مارتينيز وعنده مهدي تاريمي طبعا اللي جاي، وعندك كمان ارناتوفيتش. بيقال بقى ان انزاجي عايز واحد خامس، وبيقال بحسب الاخبار ان ممكن الخامس ده يكون ممفيس ديباي. اللعيب مجاني، البروفايل بتاعه قريب جدا للفكر والطريقه اللي بيحتاجها انزاجي، فممكن انه الانتر يخلص في الصفقه دي. وبحسب بعض الاخبار برضو في احتماليه ان دينزل دومفريس يتم بيعه خلال الميركاتو ده، وفي حال تم بيعه في اسماء كتير طلعت من ضمنهم ارون وان بيساكا الباك اليمين بتاع مانشستر يونايتد. وطبعا مانشستر يونايتد بعد ما لبسوا الخازوق بتاع اونانا، فاعتقد انه الانتر مش هيشتري اي بضاعه عدله من مانشستر يونايتد بعد اونانا، فاحذر يا انتر من انك تشتري اي حاجه من اليونايتد الفتره دي. وبس كده صديقي الايطاليستا، دي كانت حلقتنا النهارده. حاولت ان انا اجمع لك معظم الاخبار اللي تخص الكالتشيو والدوري الايطالي بشكل عام. قول لي رايك في نوعيه الحلقات دي، حابب انها تستمر اكتر ولا لا؟ وبتمنى من كل قلبي ان انا اشوف دعم كبير جدا على الحلقات دي عشان تفتحوا نفسي بقى ان احنا نعملها اكتر واكتر خلال الفتره الجايه. فلايك، كومنت، شير، سبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. ولو حابب تنضم لمجلس اداره الهبد هتلاقي تحت اللينك موجود في الديسكريبشن، وتقدر من خلال زرار الجوين او الانضمام اللي موجود جنب زرار الاشتراك تنضم لينا في عائله مجلس اداره الهبد. ولكن الاهم من كل اللي احنا قلناه ده هو رجاء ما ننساش الدعاء لاهلنا واخواتنا وحبايبنا اللي محتاجين لدعواتنا، سواء كانوا في السودان او في سوريا او في لبنان او في اليمن او طبعا في فلسطين. اتمنى ان احنا ما ننساهمش في دعواتنا. اشوفكم في حلقات جايه كتير وفي لايفات جايه كتير. سلام.